أنا عم شوف بلدي عم يتدمر كل يوم، وأنا اللي حكيته هلأ النتيجة إنه 75 عسكري وجندي وثلاث مسيرات وجرافتين. أنا صراحة هيدا آخر همي. أنا صراحة بعتذر، هيدا آخر همي. أنا بعتذر. أنا همني إنه يرجعوا أهل عيترون على عيترون، إنه يرجعوا أهل الباع على الباع، إنه نرجع نعمر هالبلد ونحاجة نرجع نفوت بهالدوامة كل 5 سنين كل 15 سنة. ولو إن إحنا مبسوطين، أنت عم تنبسط إنه قصفت لي جرافات. ولو يا أستاذ طارق، أستاذ طارق بدنا نحترم الشعب اللبناني. أستاذ طارق نحن عم الشعب اللبناني مهجر ومقتل ومدمر البلد كله. وشوف الهجرة، كل الشباب فلوا، بطل في حدا من البلد. مين بده يرجع يعمر؟ مين رح يرجع؟ واذا مفكر استاذ طارق انه هالحرب رح تدوم 34 يوم، انت مغلط. صار لنا اكثر من سنه ورح تضايق ممكن 6 اشهر بعد أكثر. اذا بنكمل هيك ما رح يبقى حدا. ما رح يبقى حدا. واصلا لك اصلا الاجتياح مش اليوم. المعادله تغيرت، المعادله صارت جويه. اذا بتشوف لك قصفوا كل البلد، ما هن اصلا منهم بحاجه ليجتاحوا البلد. طار البلد طار يا استاذ طارق. شوف الامور التنهيه، بدك تشوف الارض، بدك تشوف الناس، بدك شوف المليون 300 الف واحد على الطريق. نحن ما فينا نكتفي بانه مبسوطين قصفنا 3 جرافات. انا بعتذر. هيدي مش معادله عسكريه، هيدي مش سياسه. نحن هدفنا بناء دوله عصريه تحترم كل الناس وتعطيهم بالنهايه الرفاهيه. الرفاهيه هي بدها شويه مسؤوليه، مش انتحار.